هنايا لقيت النافع وحبة حلاوة. غادي نطحنهم لانه شحال وانا حاطاهم قلت يلا غادي نجمعهم صافي. هنايا كنغليو الماء عاد كنرميو فيه اللوز كنخليوه تقريبا لمدة 3 دقائق وصافي تنخرجوه. هنايا كنحمر السمسم غير هو ديجا محمر غير كنصهدو شويه باش نطحنو باش يطلق لنا داك الزيت ديالو. هانتوما ما شاء الله. اللوز راه سلقناه في الماء لمده تقريبا 3 دقائق وكنخليه هنا يعني لمده ليله كامله باش يكون ناشف مزيان. ودابا كنقليه في الزيت بارده، كنبداو الزيت بارده في الاول وعاد كيبدا يسخن شويه شويه باش ما يتحركش لينا من برا ويبقى خضر من الداخل. هنا عندي واحد نص كيلو ديال الفول السوداني او كاوكاو، كل واحد شنو تيقول ليه. غادي نحمرو توا بحالو بحال اللوز على زيت يكون بارد ومن بعد كيبدا يسخن شويه بشويه باش ما يتحركش لك من برا ويبقى خضر من الداخل. فوالا كملوا البقيه ونرجع لكم. السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. واخيرا غادي نجمعوه. كنت مصيبه من اول رمضان، كان عندي كل شيء مقاد وداكشي ولكن ما كانش عندي الفرصه باش نجمعه. واليوم غادي نجمعو انا وياكم. هنا ندير واحد كيلو تاع الطحين، دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، حمصته في الفرن. هنا واحد نص كيلو تاع اللوز سلقته حيت له القشره وقليته في الزيت وهرمشته بحال هكا غنديرو في الاخر. هذا اللوز كيلو بالقشره ديالو حمصته في الفران وطحنته على هذا الشكل. هنا نص كيلو تاع الفول السوداني حتى هو مقلي في الزيت. وهنا تقريبا كيلو ديال السمسم محمصه وطحناه بحال حتى هو بحالو بحال الباقين. وهنا عندي واحد كيلو تاع السمسم محمص حتى هو اما في الفرن ولا في المقله ماشي مشكله، وكطحنيه على هذا الشكل. 250 غرام ديال السكر بودره او سكر ثقيل. عندنا العسل، عندنا كوبيت تاع الزبده، النوازيت كتشديها كتبقاي تذوبيها مزيان لغايه ما يمشي منها داك الحليب. عندنا 2 معالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، رشه ديال الكوزه، وكذلك 4 أو 5 حبات ديال المستكه ورشه ملح. هنا غادي نخلط المكونات الناشفه هي الاولى. بعد ما حطينا القرفه غادي نزيدو لها اليانسون وحبه حلاوه، شويه الكوزه، شويه المستكه 4 5 حبات، واحد رشه ديال الملح غير شويه ماشي بزاف. ناخذ سكر ثقيل نغربلو مزيان. طبعا الحلاوه ديال السلو كتبقى حسب الذوق، كل واحد ويدير حسب شنو باغي. نخلط مزيان ونزيدو باقي المكونات. فول سوداني، السمسم، واللوز، نزيدو الزبده ديالنا ودابا غادي نبداو نخلطو. نخلطو مزيان حتى تجانس كل العناصر اللي درنا.
من بعد راه غنديرو في العجانه باش يخلطوه ليا مزيان، لان حتى انا شويه مازال باقا شويه تعبانه. المهم كتجمعيه وكتبقاي دلكيه مزيان مزيان مزيان. صاد انا غادي نعاودو في العجانه، لان انا ما قادراش انا عاد تنقولوا صافي نديرو العجانه تعاوني باش تخلطوا ليا مزيان هكا. ونزيد عليه واحد شويه السمسم على هكا. انا كندير سلو في العجانه باش تخلطوا ليا مزيان. صراحه انا ما قادره نزيد عليها هاد اللوز مهرمش ونخليها تعجنوا ليا وتخلطوا ليا مزيان. صراحه انا ما قادراش نخلط. يلا بسم الله. هانتو صافي بعد ما خلطنا في العجانه، شوف كي ولا ساهل ماهل، ما عذبنيش بعدا بزاف. كتعاون شويه العجانه في الخلط سكر. هو السلو ديالنا بعد ما جمعناه. قبيله ولدي شافو قال لي ماما ميدم حاولي تخليه شويه ناشف، فقلت علاش لا. زدت واحد شويه دقيق وعاوتاني دلكتو مزيان. عجنت بالحق بالعجانه ماشي انا بايدي. وهنا حبايبي كل مرأة تنظف بيت عندها طريقتها الخاصة في التزيين، يعني ماشي شي حاجة صعيبة. كنقلو من هنا ومن هناك باش نوصلوا لهذه النتيجة. واللي وصل معايا لهذه اللقطة ما تنساوش اللايك والاشتراك اذا ما كنتوش مشتركين، وكذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. يلا حبايبي، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم بزاف، وما تنسوناش من لايكات من البارطاج. وهاد الخلطه اللي درت اليوم ماشي هي نفسها اللي عندي في القناه، راه عندي جوج خلطات في القناه، ممكن تمشيو تشوفوهم وتطلعوا عليهم لو بغيتو تغيروا. وهنايا وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يعجبكم وتستمتعوا به. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.